بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول إعدادي، النهارده معانا أول حصة الدرس الأول في البرهان الاستدلالي لهندسة أولى إعدادي. هنتعلم النهارده حاجة جديدة اسمها البرهان الاستدلالي. يعني إيه يا مستر برهان استدلالي؟ في الترم الأولاني إحنا خدنا مجموعة قوانين ومبادئ بنشتغل بيها. خدنا مثلا إن عندي خط مستقيم وعندي زاويتين متكاملتين وعندي توازي وعندي تطابق وتقابل بالرأس وعندي حاجات كتير أوي خدناها. كل ده هو هنشتغل بيه في البرهان الاستدلالي بس بخطوات منظمه، واجيب الخطوات واجيب انا جبت الحاجه دي جبتها ازاي. في الترم الاولاني كان يقول لي مثلا اوجد قياس زاويه كذا، خلاص انا احسبها في مخي، قياسها 70 اكتب 70، 80 اكتب 80، 100 اكتب 100 من غير اي تعليقات وجبتها منين والكلام ده كله. في الترم الثاني لا مطلوب من حضرتك هتقول لي 80 جبتها منين 80؟ جبتها بناء على ان بما ان في حاجه كذا 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 يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى كذا كذا عشان ده السبب اللي انا وجدت عليه. الاول بس قبل ما نبدا كده احنا خدنا زاويتين متكاملتين. يعني ايه زاويتين متكاملتين؟ يعني عندي خط مستقيم وقطع شعاع كده، فان الزاويه دي والزاويه دي اسمهم زاويتين متكاملتين يعني مجموعهم 180. وخدنا زاويتين كمان متتامتين. يعني ايه متتامتين؟ يعني لو هي كده وقطعهم واحد كده اهوت، فان الزاويه دي والزاويه دي كمان مجموعهم ايه؟ 90 درجه متتامتين. خدنا تقابل بالراس. يعني ايه؟ قال لي يعني لو عندي مستقيم قطع مستقيم اخر فان الزاويه دي والزاويه قدامها متساويتان في القياس. ايه السبب؟ ان هما ايه؟ متقابلتان بالراس. بس اهم حاجه ما اجيش انا اي رسمه واقول ده دول متقابلتان بالراس وخلاص، لا، لازم يكون مديني في الكلام في المعطيات بتاعتي ان ده مستقيم مثلا اسمه ا ب، والتاني ده اسمه مثلا ج د، والاثنين دول اتقابلوا يجي يقول لي كده ا ب تقاطع ج د بيساوي مثلا النقطه اللي في النص دي اسمها م. ساعتها اول ما اشوف ان دي مستقيم قطع مستقيم في نقطه، معناها ان يكون عندي زوج او زوجين من الزوايا المتقابله بالراس بتساوي. طب زوجين ازاي؟ ده واحده بس. قال لا يا باشا، انت بص هنا برضه الزاويه ديت والزاويه ديت هما كمان بينهم تقابل بالراس. خدنا ايه كمان؟ قال لي خدنا الزوايا، مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه. بمعنى ايه؟ قال لي يعني لو عندي مثلا زوايا متجمعين حول نقطه مين اللي هي ديت اللي انا مسحتها دلوقتي، اللي هي مثلا نقطه مين هنا ديت، وعندي مثلا زاويه هنا كمان، وعندي مثلا زاويه هنا كمان، عندي كام زاويه هنا؟ ادي 1 2 3 4 5 6. الست زوايا دول مجموعهم كام؟ قال مجموعهم 360. ليه؟ قال لان احنا خدنا قاعده مهمه قوي في الترم الاولاني ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه مجموعهم 360 اللي هم 4 قواعد. ايه كمان خدناه برضه؟ خدنا حاجه مهمه قوي، منصف الزاويه. ايه منصف الزاويه؟ لو انا عندي زاويه زي دي يا ولاد، هنكتب بقى مثلا رموز كده ونقول مثلا دي اسمها ا، وهنا مثلا في النقطه دي اسمها ب، والنقطه دي اسمها ج، والنقطه دي اسمها د، وايه عندي مثلا خط او شعاع كده اهوت مثلا ب ه، وقال لي ان ب ه ده منصف لزاويه ا ب د. منصف يعني ايه؟ قال لي يعني الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. دي برضه حاجه مهمه خدناها في الترم الاولاني. ثم خدنا التطابق، والتطابق يا حضرات له 4 قواعد لازم اعرفهم. ايه هم يا مستر؟ قال لي رقم 1 ان عندي ضلعين وزاويه محصوره بينهم، 2 ضلع واحد وزاويتين على هذا الضلع، 3 تساوي الثلاث اضلاع مع نظرائهم، 4 حاله خاصه للمثلث القائم. حاله خاصه يعني ايه؟ يعني الكلام اللي هقوله الرابع ده ما يتقالش غير على المثلث القائم بس، اللي هو ايه؟ ان يكون الوتر واحد ضلعي القائمه. يعني لو عندي مثلث كده قائم وعندي مثلث كده قائم، وكمان لو الوتر بيساوي الوتر واحد ضلعي القائمه ده بيساوي ده، يبقى ساعتها اقول المثلثين دول متطابقين. ثم اتكلمنا عن التوازي كمان. ايه التوازي ده يا مستر؟ قال لو انا عندي مستقيمان متوازيان هما وجه واحد ثالث رخم عليهم وقطعهم يعني يعمل كده، فبيصنع ايه؟ قال لي بيصنع زوج من الزوايا المتبادله، زوج من الزوايا المتناظره، زوج من الزوايا المتداخله من الداخل في جهه واحده من القاطع، الاثنين مجموعهم 180. تعالوا نشوف الكلام ده. قال لي فين التناظر؟ قال لي الزاويه دي اللي من فوق هنا، من فوق الخط اهو في الناحيه دي، اللي من فوق هي كمان من ناحيه نفس الناحيه بيساووا بعض. ليه؟ ده في وضع اسمه ايه ده؟ تناظر. طب امال ايه التبادل ده؟ اي شكل يديني حرف ان او حرف زد. ان او زد فين هو؟ ادي زد اهو، شايف؟ بص كده معايا اهو. يعني الزاويه دي اللي مكتوب عليها اس ديت واللي مكتوب عليها اس ديت هم كمان في وضع ايه؟ الوضع تبادل. امال فين التداخل في جهه واحده من القاطع ده؟ قال لي بص الاثنين دول من جوه، ده تحت الخط من جوه وده فوق الخط، يعني الاثنين من جوه والاثنين في جهه واحده مجموعهم 180. ثم خدنا العكس، لا يجي يقول لي اثبت ان المستقيم ده يوازي المستقيم ده. ادور على اي صفه من الثلاثه اللي انا قلتهم، اجيب مثلا الزاويه دي بتساوي الزاويه دي واقول كده وهما في وضع تناظر، اذا المستقيم ده يوازي المستقيم ده.
او اجيب الزاويه دي بتساوي دي واقول وهما في وضع تبادل، اذا المستقيم ده يوازي المستقيم ده. او اجيب الزاويه اللي هي مكتوب عليها اس زائد مكتوب عليها اكس ديت مجموعهم 180 وهما في جهه واحده من القاطع من الداخل او متداخلتان، اقول دول مجموعهم 180، اذا المستقيم ده يوازي المستقيم ده. ده كده ايه ملخص اللي احنا خدناه في الترم الاولاني من قواعد وحاجات مهمه، اساسيات للهندسه مهمه. طب تعالى نشوف بقى ايه المطلوب او ايه الشغل بتاعنا في اولى اعدادي. يجي يرسم لي رسمه بسيطه كده ويعمل لي كده ويعمل لي كده، يقول لي مثلا عندك الزاويه دي مثلا 70 والزاويه دي مثلا الخط ده يا ولاد مش عدل كده، لا ماشي شويه كده عشان احسن. ممكن واحد يقول لي طب ما ده مستقيم يبقى 180، لا دي 70 ودي يعمل لي على الرسمه دي كده، ودي يكتب لي مثلا هنا 80 ويكتب لي مثلا ارقام بقى او الف هنا مثلا م ويكتب هنا ب ج د ويقول لي اوجد قياس زاويه الف ج د. في الترم الاولاني حضراتكم كنا بنعمل ايه؟ بمنتهى البساطه اقول له بتساوي 360 ناقص وافتح قوس واجمع دول، وايه السبب؟ هو ده بقى حكايه ايه السبب ده؟ هو ده اللي في الترم الثاني، عشان كده ما بروحش اكتبها على طول، قال لا في مجموعه خطوات لازم اعملها. ايه الخطوات دي؟ اقول له رقم واحد حاجه اسمها المعطيات. ايه المعطيات دي يا استاذ؟ اللي هو اداها لي في المساله. اداك ايه؟ قال لي ان الزاويه دي 70، اكتب كده قياس زاويه ا م ب بتساوي 70 درجه فصل، وقياس زاويه ب م ج ب م ج بتساوي 90 درجه. عرفت منين؟ العلامه دي يا اولاد معناها قائمه. ثم اداني دي 80 واقول له قياس زاويه ج م د بتساوي 80 درجه. دي اسمها المعطيات. ايه كمان؟ اكتب المطلوب. ايه المطلوب ده؟ قال لي يعني هو انت عايز ايه؟ قال لي اوجد قياس زاويه ا م د. اكتب بقى البرهان، يعني هجيب لك منين؟ هعمل لك ايه؟ اقول له بص يا سيدي الشكل ده بتاع ايه؟ ان مجموع الزوايا متجمعه حول نقطه، اقول له بما ان مجموع الزوايا المتجمعه حول نقطه بيساوي 360 درجه، اذا قياس الزاويه اللي انت عايزها اللي اسمها ايه يا عم؟ ا م د بيساوي 360 ناقص اللي موجودين، افتح قوس واكتب ال 70 وال 80 وال 90 واجمع صفر ينزل 7 و8 15 15 و9 24 اصبح مجموعه 240 اطرح يديني 120 درجه. اقول له تعالى افرض انا مثلا في الامتحان يا مستر وجيت ما كتبتش كلمه المعطيات ولا مطلوب ودخلت كتبت له كده السؤال ده رقم ب او الف البرهان بما ان مجموع الزوايا متجمعه وطلعت الحل، هل هتنقصت يا مستر في الامتحان؟ لا يا باشا مش هقدر انقصك حاجه، هو بس اللي احنا بنفضل انك تكتب كل الخطوات دي. التمرين الثاني راسم لي رسمه كاتب لي يا مستر انا سامع واحد بيقول ده احنا خدناها في الترم الاولاني فعلا، بس الفرق ان احنا المره دي هنجيبها بالبرهان. كاتب لي ايه في الحاجات؟ كاتب ان ا ب يوازي ج د وقياس زاويه ا دي 115 وقياس زاويه د دي موجوده 65 درجه. المطلوب حضرتك تثبت ان ا ج اللي هو دوت يوازي د هي. هجيبها ازاي؟ اقول له حاضر طبعا اتفقنا، اكتب المعطيات واخد السطر ده اكتبه فيه. المطلوب اخد اثبت ان دي واكتبه فيه. خش على البرهان اكتب كده البرهان. هتكتب ايه يا مستر؟ قال لي اول حاجه طالما مديني حاجه يا اولاد في المعطيات معناها لازم استخدمها. استحاله يكون هو مثلا في المساله عبيط كده راسم لي اي حاجه كده خلاص او كاتب لي اي حاجه، لا هقول له بما ان ا ب يوازي ج د، ده يوازي ده. استفاد من التوازي لسه قايلين زوج من الزوايا المتناظره، زوج من الزوايا المتبادله، زاويتين متداخلتين مجموعهم 180. ايه اللي موجود عندي؟ دي من جوه ودي من جوه هي كمان، اذا اعرف اجيب قياس زاويه ج. اقول له قياس زاويه ج بتساوي 180 ناقص 115 بتساوي 65 درجه. هتكتبها كده خلاص يا مستر؟ اقول كده وهما في جهه واحده من القاطع متداخلتين. لازم اكتب الكلام ده؟ خلاص بقى احنا اتفقنا. كلمه برهان استدلالي معناها ما اسيبش اي حاجه ما اكتبهاش. طب خلاص جبت له دي 65 اهي. يا مستر عايز ايه يا عم؟ حرف الزد. طيب يا سيدي اقول له بما ان قياس زاويه ج اللي انا جبتها بتساوي قياس زاويه د اللي هي موجوده بتساوي 65 درجه، اقول وهما في وضع تبادل حرف زد، اذا اللي انت عايزه ا ج يوازي د ه وهو المطلوب اثباته. اذا البرهان الاستدلالي ده مش حاجه غريبه، لا ده هو نفس الشغل بنفس الحاجات، ولكن بعمل خطوات وما بسيبش حاجه ما اكتبهاش. الترم الاولاني كنت ممكن تقول له انا هحسب دي 65 اذا دي في وضع تبادل اذا دول بيوازنوا وخلاص.
لكن في الترم الثاني لازم اكتب كل حاجه صغيره ممكن تكون انت بتهيألك انها صغيره لكن دي حاجه مهمه لازم اكتبها. ايه كمان هاخد تمرين كمان بقى واحد على بقى ايه؟ تمرين تاني بقى على ايه؟ على التطابق. التطابق كاتب لي رسم لي الرسمه اهي وبيقول لي في الشكل اللي قدامك انا مديك ان ا ه بتساوي ه ج ومديك ان ب ه بتساوي ه د. تعرف تثبت ان ا ب ده يوازي ده الجيم ده؟ والله ده بعيد عن بعض خالص. ايه العلاقه بينهم؟ بص يا اولاد انا عايز افهمك حاجه في الهندسه مهمه قوي. مالكش دعوه ايه اللي موجود، ليك دعوه مالكش دعوه هو عايز ايه، ليك دعوه بايه؟ ايه اللي موجود قدامك. انا قدامي رسمتين وعندي خط بيقطع خط، اذا عندي زوايا متقابله بالراس يعني دي بتساوي دي. يا مستر ايه؟ ده في ضلعين وزاويه محصوره والناحيه الثانيه ضلعين وزاويه محصوره، يعني ايه؟ يعني تطابق. اقول كده البرهان بتاعي في المثلثين اللي هم اسمهم ايه؟ الالف ب ب، والمثلث الثاني اللي اسمه ايه يا عم الحاج؟ اسمه د ج ه. ما هم دول؟ اقول فيهما واعمل كده علامه تطابق. اتفقنا الترم الاولاني الف ه بيساوي ه ج، واكتب كده معطى. ايه معطى ده؟ يعني انت اديتها لي ما جبتهاش من عندي. ايه كمان؟ ب ه بيساوي د ه، والمعطى برضه انت اللي اديتها لي. اقول له قياس زاويه ا ه ب بتساوي قياس زاويه د ه ج. اقول كده بالتقابل والرأس. يعني ليه جبتهم ان هم بيساووا بعض؟ بالتقابل والرأس. اذا المثلث ا ب ه يطابق المثلث د ج ه. طب هنستفاد من التطابق ايه؟ هستفاد منه اذا قياس الزاويه دي بتساوي الزاويه دي وهما في وضع ايه؟ سامع واد شاطر بيقول وضع تبادل. اذا قياس زاويه ا بتساوي قياس زاويه ج وهما في وضع تبادل. تبادل يعني ايه؟ اذا اللي انت عايزها بقى ا ب يوازي د ج. اثبتها له ازاي؟ في واحد تاني يقعد يقول ايه؟ التبادل اصل مش عارف كذا. لا يا باشا، دايما في الهندسه يا اولاد مالكش دعوه عايز ايه، ليك دعوه ايه اللي موجود، ايه اللي متاح عندي استخدمه. عندي ده بيساوي ده وعندي تقابل بالرأس وعندي الناحيه الثانيه موجود والدنيا جميله، هشتغل على الموجود التطابق مع ان هو مش طالب تطابق، لكن انا اشتغلت على التطابق ليه؟ انا عشان اعرف اوصل ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي وهما في وضع تبادل. اذا الضلع اللي انت عايزه اللي هو اسمه ا ب يوازي د ج يبقى اللي هو المطلوب ايه؟ اثباته. كده يا اولاد درس مهم قوي عن البرهان الاستدلالي، ده اول درس. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم. حط لي لايك واشترك في القناه عشان يوصلك اجدد تحديثاتنا وكل الفيديوهات اللي انت تنفعك باذن الله. وشكرا.